في السنتين الأخيرة صار في تكييس ولخبطة في مواعيد الأفلام كذا، اللي تحس إيش الوضع كذا، تحسهم كذا أي حاجة كذا، لكن السبب هو كورونا. أفلام تأجلت 50 مرة، أفلام تكنسلت، أفلام نزلت بس انسلقت، ويا كتر الأفلام اللي انسلقت. بس نتأمل إنه 2022 تصحح المسار إن شاء الله. معاكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم أبرز 10 أفلام منتظرة في 2022. قواعد نسجلها في الدفتر عشان الكل يفهم التصنيف والترتيب. رقم 1 اعتمدنا على تواريخ الإصدار من مواقع الأفلام المعتمدة، وللأسف في احتمالية أن التاريخ يتغير بسبب التأجيلات. رقم 2 اعتمدنا على التنوع في هذه القائمة، وعشان يوصلكم جديد المراتب 3 2 1 سبسكرايب، أكشن مع الجرس، وبلبع فشار باللايك والشير. في المرتبة 10 فيلم ذا جراي مان، الفيلم الأضخم اللي بتحضر له نتفليكس خلال ده العام، وهو فيلم من إخراج وكتابة الأخوين روسو، الاثنين اللي قدموا أجمل أفلام عالم مارفل سلسلة افنجرز. الفيلم حيكون من بطولة راين غوسلينج وكريس إيفانز، وطبعا يعني الأكشن ما حينخاف عليه، حيكون 1200 وهاتك تفجير شوارع في أوروبا. أقول لك هذه المقاطع خاف تحرق الفيلم، فخلاص لا تجيب منها كثير بالله. ايوه لقطات مره كثير ناس قاعدين يسربوا الكواليس حقت الفيلم. القصه ماخوذه من روايه تحمل نفس الاسم، وهي عن عميل سابق للCIA كذا، صار جاسوس وقاتل مأجور لكنه يجيب العيد والكل يلاحق وراه. نتفليكس خصصت ميزانيه 200 مليون دولار، ويعتبر اعلى بادجت لفيلم نتفليكس كذا، حتى طرح ميزانيه ريد نوتس. صراحه يحمس بالذات انه في ده الاكشن مع الاخوين روسو. في المرتبة 9 فيلم ميشن امبوسيبل 7، سلسلة أفلام الأكشن الطويلة، وكل مرة كذا أقول يا أخي والله مسخوها يا أخي الفيلم، خلاص يا أخي الفيلم يطلع يعجبني الصراحة. لا طالع في القصة ولا في الحبكة، كذا طالع في توم كروز وهو يقعد يتشقلب من السيارات. وصل الجزء السابع هذا، ينطنط من فوق الأبراج وبرج خليفة، 25 minutes to door knock. يتعلق في الطيارة، ولا يجري اسمع يجري مرة كثير الصراحة، فطبيعي يعني تتحمس، يعني ايش ممكن حيسوي في الجزء السابع. ايوه هذه لقطة مسربة من التصوير. صراحة واحدة من الاشياء اللي تحببني في هذه السلسلة هو انه توم كروز كذا كل اللقطات الخطيرة او الستانتس كذا يسويها بنفسه. فاكرين كذا في الجزء ذاك اللي كذا فجأة طاح واتكسرت رجله كذا، يفكرني بجاكي شان. هو صح جاكي شان ما له فيلم السنة دي يا شباب؟ الجزء السابع راح يكون في شهر سبتمبر 2022، ومن حماسهم اعلنوا انه الثامن كمان حيكون في يوليو 2023، فنحن ننهي المرتبة بسرعة قبل ما يوقعوا عقد الجزء 18. في المرتبة 8 فيلم جراسيك وورلد دومينيون. جراسيك وورلد، لا جراسيك وورلد هو نفسه شكله. اي والله هي الأولى كانت مرة قوية وفيها ثورة في عالم التقنية للأفلام، وهذا الجزء هو الثالث والمكمل للثلاثية الثانية الرهيبة اللي بتستغل كل تطورات التقنية. وفاجأوا ناس مرة كثير مو بالتريلر، لا نزلوا أول 5 دقائق من بداية الفيلم. يعني من فكرة حلوة كيف بعدين صكك في الاخير كيف تو بي كونتينيو. رهيب الصراحه التسويق حق الافلام، كيف انه بيواكب السوشيال ميديا، كيف بكره ممكن ينزل فيلم كامل على التيك توك كذا مجزء. الجميل في الفيلم انه الكاست نفسه حق هذه السلسله بس اضافوا عليهم الطقه القديمه، سام نيل، جيف جولد بلوم، ولورا ديرن. جمهور جراسيك بارك مع الحماس كذا، السوشيال ميديا كله ناخذ فلوسي كلها يلا بس خلوني اكمل الفيلم. وهذه اسباب السيكولز يا جماعه كذا، انه ماكينه الفلوس شغاله، المنتج ما يفكر ابداعيا ابدا، يلا خذ جزء 200. في المرتبه 7 فيلم لايتير. الى نهائية بيكسار وديزني الجديد اللي حيكون من بطولة باز لايتير او باز يطير من سلسلة توي ستوري. واضح انه الشباب في بيكسار نفسهم يغوصوا في عالم باز من زمان ترى، والله كذا يعني مو بس كونه اللي هو اللعبة اللي تتحرك، لا اللي هو رائد الفضاء باز نفسه كذا، اللي كيف صار ايش سووا كذا. شفنا في بداية توي ستوري 2 باز يطير سجل المهمة، كل الدلائل يا اخي والله من المصري احلى يا اخي. مسلسل باز لايتير ستارت كوماند. نوفا انا ما شفتش تهور ولا منظرة زي كده في حياتي ابدا.
بفكرك بنفسك شوية ها؟ ايوه شوي. الان كذا جويس دحولك يا حبيبي فيلم برسومات متطوره مره، واضح انه عن الاوريجن او قصه البدايه. بيكسار فكروا في هذا الفيلم من عام 2003 من بعد فايندينج نيمو على طول، بس عشان جدولهم المزدحم كافلام مره كثير قالوا خلاص 2019 طبيعي كذا اللي يلا كورونا دف 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 كذا. اخر شيء رسوا انه 2022. الجدير بالذكر انه الشركه سحبت على تيم آلن في هذا الفيلم، واعطوا الدور لكريس ايفنز اللي على طول وافق كذا بدون ما يكملوا حتى سؤاله كذا، قال له انا احب هذا التوي ستوري وانا معاكم يا شباب. الفيلم حيكون متوفر في يونيو 2022، واي انيميشن المفروض انه يكون كامل، ما في تباعد، ما في مدري يعني ما حيكون في اي نواقص. فيا رب يا رب ما يكون حلب زي الجزء الرابع من توي ستوري. الصراحه ايوه ترى مره ما عجبني ذاك الفيلم. في المرتبة السادسة فيلم بابلون. الفيلم ده يعتبر هدية لعشاق الدراما والسينما الرومانسية الكلاسيكية، وهو من إخراج المخرج ديميان شازيل، المخرج حق فيلم لا لا لاند وبلاش، مخرج صغير بس عظيم. في ده الفيلم نحن موعودين مع أقوى ممثلين من هوليوود زي براد بيت، مارغو روبي وتوبي ماغواير، وتدور أحداث قصة الفيلم في نهاية الفترة الذهبية للأفلام الصامتة في هوليوود، ويوريك معاناة تحول الممثلين من أفلام صامتة لأفلام بصوت وحوارات. للأسف حتى الآن الفيلم ما نزل له اي تريلر، بس في صور منتشره في الست، وتاريخ الاصدار اللي وصلوا له اخيرا بعد مضاربات من التاجيلات، والمهم خلاص 25 ديسمبر 2022. عاد لو اندف اي دفه تعرف انه راح على 2023 بالراحه. في المرتبه الخامسه فيلم انشارتد. يا اخي بطل هذا توم هولاند. اوف يا الحماس، واحدة من أروع الألعاب قصصيا بيصير لها فيلم. تعرف كل الألعاب أساسا كده تطلع إشاعات إن هذه حتصير فيلم، وبعدين تنصدم لما تتكنسل كده تعيها، بس لما تشوف التريلر تعرف إنه الوضع جد. صراحة الألعاب لما تصير أفلام غالبا تطلع كذا سكة. يعني عندك تكن فيلم زبالة، وفي أفلام كمان أزبل من كذا شفتوها في قائمة أخيس أفلام رعب، والله تتفرج على ذيك القائمة فيها مجموعة ألعاب تشكيلة زي الزفت الصراحة. بس المخرج روبن فليشر لا، هو مخرج ترى المفروض إنه أخرج فيلم زومبي لاند، أخرج فينوم، فالمفروض إنه يطلع كويس. ترى هذه أنشارتد، أنشارتد. الفيلم من بطولة برنسيسة سوني توم هولاند اللي بيلعب دور نيثان دريك، ومارك ويلبرغ قاعد يلعب دور سالي. الغريب انه سالي على فكرة بدون شنب، والله ممكن هو احداث القصة بريكول للسلسلة حقت اللعبة، ولو انهم جايبين كده لقطات طيارة تشبه الجزء الثالث. عموما احنا لا نستبق الاحداث، والله بلاش نستبق. فبراير قريب نشوف وقتها ونحكم على هرجة على الفيلم بالكامل. في المرتبة الرابعة فيلم ثور لاف اند ثاندر. افلام مارفل المنتظره بالراحه نقدر نسوي منها قائمه كذا ابو 10 5 الحاله، بس مارفل كذا حالهم موعودين خلال دي السنه ب4 5 افلام كذا حريقه. صراحه احترنا في ذا الفيلم، هل ناخذ دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس ولا ثور لاف اند ثاندر؟ في الاخير قررنا مع فيلم ثور. صراحه في هذا الجزء نشهد عوده الممثله ناتالي بورتمان اللي كانت موجوده في الجزء الاول، واللي الظاهر انها حتلعب دور ثور الانثى في عالم مارفل. بس المفاجاه الكبرى انه الفيلن او الشرير حيكون جور من عالم ثور، يعني يعتبر هو اقوى واحد، واللي حيلعب دور كريستيان بيل. صراحه انا ماني عارف بادجت مارفل على فين رايحه يا شباب والله، وما اعرف ايش الحرش ده حق مارفل كده داخلين على دي سي. هي هذا باتمان حقكم تجيبوا هنا تجيبوا شوف كيف احنا نسوي ده. شخصيا متحمس للفيلم بشكل كبير، خاصه انه من اخراج تايكا وايتيتي اللي اخرج الجزء تايكا وايتيتي ثور راجنوراك. صراحه اضاف له كده نكهه كوميديه مختلفه عن باقي افلام مارفل. في المرتبة الثالثة فيلم افاتار 2. المخرج العظيم جيمس كاميرون بعد ما سوى لنا فيلم افاتار الجزء الاول كذا خلاص تكى في بيته، اظنه كان انصرع من الدخل والمبيعات اللي وصلها الفيلم. والله كذا وصل مليارات كذا، فصار اكثر فيلم دخل مبيعات في العالم. بعدين سدحوا افنجرز في 2019. Re-released the film in China this weekend, which earned the film an additional $8.9 million, bringing its lifetime total to $2.798 billion. والله ما يلعب جيمس كاميرون كذا افنجرز عدى عرض الفيلم مرة ثانية في السينما ورجع اخذ لقب اكثر فيلم حقق مبيعات في العالم. ايش البزرة ذي؟ ومن قوة الحماس بعد ما اخذ ده اللقب اعلن عن جزء ثاني، وكمان اعلن عن كمان جزئين، مدري 4، ما ادري هو حيسوي 5 اجزاء ولا ايش. المشكلة الفيلم مرة تأجل كثير، يعني المفروض كان ينزل 2014 بعدين كان دف 17 بالسنوات قاعد يدفدف فيه جيمس كاميرون. المصيبة في طلبات ابو كاميرون يا حبيبي. والله Avatar 2 takes place underwater, as we've already
already established, James Cameron is a real stickler for authenticity. That meant that it wasn't enough for his actors to voice over CGI characters who were underwater. ايوه اخترعوا له بحر الكتروني وبرضه مو عاجبه، لا ما ابغى نصور تحت والممثلين يحبسوا انفاسهم، والله حوسه كذا زد مره حوسه. بس الصراحه خلوه يسوي اللي في راسه، لانه في الاخير حيطلع لنا شيء تحفه كالعاده. في المرتبة الثانية فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، فيلم من اخراج عمنا مارتن سكورسيزي اللي قاعد يجمع لنا فيه اشهر ممثلين من افلامه، ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو. قصة الفيلم ماخوذة من رواية برضو بنفس الاسم، الكاتب إريك روث كتاباته مرة مهمة في عالم السينما زي فورست جامب وكيريوس كيس اوف بنجامين باتن وميونخ. في هذا الفيلم القصة واقعية عن عميل FBI من الويست الامريكي يلاحق قاتل متسلسل بس يقتل في هنود حمر. الفيلم اتأجل 3 مرات، مرة سكورسيزي كان بيشتغل له على فيلم ايرش مان، ومرة ثانية كذا جاته كورونا، ومرة ثالثة شركة بارامونت قالوا له اسمع حبيبي ترى والله الانتاج صار مرة مكلف بزيادة، خلاص سريك انت يا اخي. واخيرا ابل دخلت شراكة معاهم وكملوا انتاج الفيلم، وبعدها على منصة ابل تي في. صراحة على الفيلم مرة متحمس له، هذا لسه ما شفت تريلر. أفلام منتظرة كثير تستحق وجودها في هذه القائمة. فيلم توب جان 2 أكشن الثمانينات يرجع لكم بجزء جديد بعد أكثر من 30 سنة. فيلم سكريم رعب السلاشرز كمان يرجع لكم بجزء جديد. دكتور سترينج اللي متوقع انه يكشف الفيلن الجديد اللي بعد ثانوس. فيلم نوب بعد جيت اوت واس، جوردن بيل يرجع بفيلم رعب جديد. جو شايف افلام رعب واجد. فيلم دونت وري دارلينج، فيلم منتظر من اخراج الممثلة اوليفيا وايلد. Put your hand down. في المرتبة الأولى فيلم نعلن عن في المرتبة الأولى نعم يا هذا شيء في المرتبة نعلن عن المرتبة. ليش في ترجمة كده؟ حلقتنا بالمرتبة الأولى. نعم يا ليت لو يرتخي صوت هذا المقدم البخيس. نعم شكرا. أجل قبل إعلان الفائز بالمرتبة الأولى ننصحك عزيزي المتابع ببقة الأفلام من زين الجيف فيلم خلف الكواليس. المرتبة الأولى باتمان، فيلم باتمان. بعد ثلاثية كريستوفر نولان تحس البار اترفع على باتمان دي سي، والله من جد. يعني شفنا كيف بن افليك كمثال، يعني مع انه كان مو بطال في الافلام بس يعني الناس كرهته، والجوكر حق هيث ليدجر كيف حطم جوكر جارد ليتو. I'm gonna make this pencil disappear. بس من تريلر الفيلم الجديد موعودين بسوداوية حريقة. تدور أحداث القصة من البدايات كذا، نرجع لما بروس وين دوب اكتشف إنه هو باتمان أصلاً. الفيلم من بطولة روبرت باتنسون وبول دانو وكولين فارل اللي حيلعب دور البينغوين. في بداية المشروع المفروض بن أفليك هو اللي حيخرج الفيلم وهو اللي حيلعب دور باتمان، لكن صارت مشاكل بينه وبين المنتجين فجابوا مخرج تاني اللي هو مات ريفز، وهو اللي اختار روبرت باتنسون إنه يكون هو باتمان. طبعاً بعد تأجيلات مرة كثير صارت، الفيلم أخيراً حينعرض في شهر مارس، وفي أخبار مؤكدة إنه المخرج مات ريفز يبغى يسوي سلسلة ثلاثية جديدة لباتمان، كذا في حرش مع نولان من بدري. وبكذا نكون وصلنا كريستوفر نولان. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny.